لكن جيرترود ما وقفتش هنا، العقل ده كان شغال زي ما كده ما بتفصلش ابدا. بعدها ساهمت في تطوير دواء AZT اول علاج فعال ضد فيروس الايدز، ودواء زيلوبريم لعلاج النقرس، ودواء ايموران اللي بيستخدم لتقليل رفض الجسم لزرع الاعضاء. ودي مجرد عينه صغيره من اللي عملته. الست دي يا صديقي الطب قبلها كان حاجه وبعدها بقى حاجه تانية خالص، والنتيجه اكتر من 45 دواء شاركت في تطويرهم، 45 براءه اختراع باسمها، ملايين الارواح تم انقاذها بسبب شغلها. والاهم من ده كله انها فتحت الباب لكل الستات يدخلوا عالم البحث العلمي بجرأه واحترام بعد ما كان مقفول عليهم بالسلاسل. يعني جيرترود يا صديقي ما انقذتش ارواح بس، دي كمان انقذت احلام. واللي هيصدمك يا صديقي ان جيرترود بكل اللي عملته ده ما كانش معاها دكتوراه في الكيمياء، والله زي ما بقول لك كده كل الابتكارات والعبقريه ديت وهي معاها ماجستير بس. كرست كل حياتها لاكتشاف ادويه بتخفف الم الناس، ما فكرتش في شهره ولا في اضواء، كانت بتفكر في حل. وتقديرا لجهودها العظيمه خدت جائزه نوبل في الطب سنه 1988 وشاركتها مع استاذها جورج. وسنه 1999 رحلت العالمه الكبيره جيرترود إليون بعد حياه مليانه علم واصرار وانجازات عظيمه، لكنها ما سابتش وراها ادويه بس، سابت طريقه جديده للتفكير خلت كل عالم يجي بعدها يسال نفسه مش ازاي لكن ليه لا.